في بيوت بتخشها بتحس بالدفء، وفي بيوت تخشها تحس انها بتتفرج عليك. لكن قصر البارون ده مش بيت، دي بوابة قالوا عليها مدخل العالم السفلي، وكل اللي دخلها يا اما خرج متغير يا اما ما خرجش خالص. القصر اللي اتبنى في قلب مصر على طراز غريب عن مصر، شكله مش من مصر وتصميمه ما كانش ليه اي علاقة بالزمن ولا بمصر. قصر لا تغيب عنه الشمس، لكن القصر عمره منور، واللي بناه رجل اعمال بلجيكي قالوا ان كان عنده اسرار اكبر من اي حد. الراجل دون كان بيؤمن بحاجات لو قلتها لك هنا ممكن تصيبك رعشه. جيران القصر الحاليين قالوا ان هم بيسمعوا صراخات وشافوا انوار بتتحرك جوه القصر بالليل، والناس قالت ان شبح البارون بيظهر بالليل وبيتمشى جوه ممرات القصر. ده غير ان في تقارير طلعت وقالت ان هذا القصر مربوط بطقس هندوسي قديم بيقدر من خلاله ان يتفتح بوابات نحو العالم الآخر. والغريبة إن كل ده اتقال لكن مفيش حد قدر يثبت ولا حتى حد قدر ينفي. قصر البارون مش مجرد تحفة معمارية، ده سر كبير ومدفون جوه طين مصر، واللي هتشوفه وتسمعه دلوقت مش قصة عن قصر كبير، دي حكاية كبيرة عن لعنة، عن بوابة، عن شباك مفتوحة المجهول. وعلشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. البارون ادوارد ديمبان رجل اعمال بلجيكي، بس ما كانش مجرد رجل عادي، كان من نوعيه الناس اللي ما بتحبش تعيش وسط الزحمه. الراجل ده كان بيحب يعيش فوق الزحمه، ملياردير ومهندس ومخترع وصاحب شركه سكه حديد في اوروبا. البارون كان بيسافر حول العالم علشان يبني محطات سكه حديديه، بس يجي بقى في رحله من الرحلات دي وينزل مصر. المفروض ان هو كان نازل مصر علشان يدرس فرص الاستثمار، لكن وقع في غرام حاجه اكبر بكتير، وقع في غرام صحراء مصر. ايوه، الراجل دون حب الصحراء في مصر وقال جملة شهيرة: مصر ليست وطنا أعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. وقرر بقى البارون إنه يعمل حاجة وقتها محدش كان بيعملها، يختار حتة فاضية تماما بره مصر قليلا ويبني فيها قصره. الحتة دي كان اسمها في التوقيت دون هليوبلس، اللي هي دلوقتي مصر الجديدة. طب ليه القصر اتبنى بالشكل الغريب ده؟ البارون كان مهووس بالهند وسافرها أكتر من مرة، علشان كده اتأثر البارون بالمعابد الهندوسية، وخصوصا معبد أنكور وات في كمبوديا، وده اللي خلاه انه يصمم القصر بتاعه بنفس الطراز، ابراج مدببه وتماثيل متوحشه ووشوش بتطل من الحيطان. اللي رسم له الرسمه دي معماري فرنسي كان اسمه الكسندر ميرسل، بس البارون نفسه كان بيتدخل في كل تفصيله صغيره في القصر، من مكان الدرج حتى اتجاه الشبابيك، وحتى التماثيل والحيوانات اللي فوق السطح كان بيتدخل فيها وبيقول عايز تماثيل ايه بالظبط. بس القصر في حاجه غريبه، من اول يوم اول ما القصر اتبنى وناس كتير جدا من سكان مصر الجديدة أو هليوبلس اللي كانت لسه وقتها يسكنها سكان كتير أجانب وناس راقية جدا، ابتدوا من بعد يسمعوا حاجات عجيبة جوه القصر، أصوات صريخ مدوي في عز سكون الليل. ولما يقربوا من القصر علشان يشوفوا فيه إيه يلاقوا خطوات غريبة فوق سطح القصر، أصوات أبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، حاجات غريبة ومريبة في التوقيت دون. بس الكارثة الكبيرة ما كانتش في مجرد الأصوات، الكارثة كانت في الأنفاق السرية. أيوة زي ما سمعت كده بالظبط. القصر دون يقال إن في نفق تحت الأرض مربوط بكنيسة البازيليك اللي مدفون فيها البارون نفسه. تخيل إن بعض الحكايات بتؤكد هذه المعلومة وبتقول إن في أنفاق تانية بتوصل من تحت قصر البارون حتى قصر عابدين. يعني البارون لو حب انه يزور الملك بالليل ينزل تحت في النفق اللي تحت القصر بتاعه ويمشي في النفق حتى قصر عابدين. بس الاغرب من ده كله ان في شائعات طلعت ان في انفاق تانية بتوصل الى اماكن محدش يعرفها، بتوصل الى مكان غريب ومريب الا وهو بوابة العالم السفلي. خد بالك ان كل دون تم نشره في مجلات عالمية وموثقة. قالوا ان الناس اللي اشتغلت في بناء هذا القصر كتبوا في مذكراتهم ومدوناتهم ان البارون كان بيصر اثناء بناء القصر على غرفة سفلية محدش يدخلها ولا حتى العمال. الغرفة دي كان مكانها فوق سطح القصر، ما فيهاش شبابيك نهائي، بس البارون كان بيدخلها وبيقعد فيها بالساعات لوحده، واحيانا تسمع منها اصوات حد بيتكلم، لكن برضه ما كانش في حد جوه. والمفاجأة الكبيرة ان القصر كان بداخله مصعد كهربائي شغال سنة 1911، هكذا قالت التقارير الأوروبية. وبيقولوا ان المصعد دون اللي كان معجزة عصره وأوانه في هذا التوقيت كان بيوصل لدرج تحت الأرض، والمكان دون محدش كان بيخشه غير البارون نفسه. المكان كان بيتبني وبيتجهز بس كأنه كان بيتحضر لحاجة تانية. المكان ما كانش سهل
سكن ولا استقبال ضيوف، المكان كأنه بوابة أو مركز طقوسي أو معبد حديث معمول بستايل أرستقراطي. خد بالك إن البارون مات سنة 1929 في بلجيكا بعيد عن قصره اللي كان بيحبه ومتيم بيه، بس جثته انتقلت واتدفنت في مدفن خاص على بعد أمتار من القصر نفسه، في مدفن مجهول جوه أرض مصر. بعد وفاة البارون القصر ما بقاش بيت، بقى لغز كبير. وخد عندك بقى أول حاجة حصلت، بنت البارون الصغيرة ماتت فجأة في القصر، وقالوا إن هي وقعت من شباك، وقالوا إن بنته دي كانت مريضة نفسيا، لكن في شهود أكدوا إن هم سمعوا صوت صراخ رهيب قبل وقوع البنت وما لمتش نفسها زي ما قالوا إن كان في حد كان بيشدها شد أو بيصرخ جواها. واللي حصل بعدها بقى كان أغرب، الخدامة والبوابين اللي اشتغلوا في القصر أثناء حياة البارون ابتدوا يستقيلوا ويموتوا واحد ورا التاني، واللي عاش منهم كان بيقول نفس الكلام. القصر كان بيصحى لوحده بالليل، أبواب بتتفتح وتتقفل، صوت خطوات غريبة على السلالم، أنوار بتنور فجأة، تماثيل بتترج، وتمثال معين على شكل راقصة هندية قالوا إنه اتحرك ومشي من مكانه. في شباك جوه القصر لو بصيت منه هتشوف حاجة مش من الدنيا دي. اللي كان بيزور قصر البارون في الثلاثينات والأربعينات كانوا بيقولوا إن في شباك في الدور العلوي لو بصيت منه هتحس بدوخة، وبمجرد ما هتمشي من المكان دون هتشوف حاجات ما كانتش موجودة، هتشوف ناس واقفة في الجنينة، تماثيل بتتحرك، أو حتى ممكن تشوف نفسك بدون مرايات. اللي خلى الناس تصدق إن القصر دون مش مجرد مكان عادي هو حادثة موت أخت البارون. الست دي كانت عايشة مع أخوها في القصر، وفجأة وفي يوم من الأيام وقعت من البلكونة. والمصيبة بقى إن وقتها البارون كان لسه عايش وكان قاعد في أوضة معينة، ولما أخته وقعت المفروض إن هو يطلع على صريخها أو حتى كان يلحقها، لكن الغريبة إنه اتحرك بعد فوات الأوان. والناس طلعت وقالت هو اللي قتلها، ولا البارون كان بيعمل طقوس غريبة وهي شافته، ولا فعلا في حاجات شريرة وخطيرة داخل القصر هي اللي أخدت روحها بالطريقة المريبة دي. ومن ساعتها كل اللي عدى قدام القصر وخصوصا بعد نص الليل بيحلف إنه شاف ست لابسة أبيض وواقفة في الشباك اللي وقعت منه، وشها مش باين صحيح بس شعرها طويل وبينزل على كتفها. ويجي واحد من عساكر الحراسة في التسعينات يقول أنا شفت الست اللي بيحكوا عنها دي بنفسي، قعدت أبص عليها مش مصدق، ولما ناديت عليها اختفت من قدام عيني. ده غير إن في أكتر من حالة موت حصلت جوه القصر. خادمة بلجيكية انتحرت من فوق سطحه، ولقوا كاتبة ورقة قالت فيها أنا سمعت صوت الست الصغيرة بتندهلي ما قدرتش أقاوم الصوت. ويجي حارس ليلي لسه ما كملش أسبوعين على شغل جوه القصر لقى نفسه بيتكلم مع حد في الضلمة، ولما زميله في الحراسة جري عليه لقى صاحبه دون واقف بيتكلم مع الحيطة. طفل صغير من سكان المنطقة دخل القصر دون من غير إذن، وبعد ساعة واحدة خرج يصرخ وهو عمال يقول الراجل اللي دقنه طويلة عمال يزعقلي وقال لي امشي من هنا. وما كانش فيه أي حد جوه القصر وقتها. الناس كلها في مصر الجديدة ابتدوا يدوروا على تفسير، لكن كان كل ما حد بيقرب القصر كان بيبعد أكتر. ويجي حد يقول القصر مربوط بتعويذة هندوسية، وإن البارون كان عضو في جماعة سرية اسمها المعبد الأبيض، وإنها جماعة بتؤمن إن في بوابة طاقة سفلية بتفتح بين عالمين، والمكان المثالي للبوابة دي هي نقطة جوه القصر. وتيجي ناس تقول ان القصر اتبنى فوق مقبره فرعونيه، وبداخل هذا القصر نفق سري بيوصل لمدينه الشمس هليوبلس القديمه. ده غير بقى ان هم كانوا بيستخدموا القصر دون كطريق للهروب في الطقوس الدينيه القديمه. ده غير بقى ان غيرهم قال في سرداب سري تحت القصر ممنوع اي حد ان يهوب جنبه، ولو حد دخل مؤكد مش هيخرج. وفي سنه 1993 الدوله قررت ان هي تبدا اول محاوله لترميم قصر البارون اللي بقى اثري، مش عشان مجرد ان هو اثر سياحي، لا، لان المكان كان بيتحول كل يوم عن التاني لوكر للشائعات والكوابيس واحيانا عبدة الشيطان، وكان لابد من السيطرة على القصر تجاه الشر اللي بيخش جواه. علشان كده تم تكليف شركة بعينها للترميم واحداث ثورة داخل القصر. الشركة جابت المعدات والآلات اللي هتساعدهم في العملية المطلوبة. اول اسبوع عدى على خير ومفيش اي مشاكل، بس من الاسبوع التاني بدأت الحاجات والمحتاجات تحصل. اول عامل فيهم اتكلم وقال كنت بشتغل في سرداب داخل القصر، لقيت صوت بيهمس ورا ظهري، ابص ورايا مفيش حد، لكن بمجرد ما بصيت على الحيطه لقيت جمله اتكتبت بالعربي ما كانتش موجوده الصبح: ارجع بسرعه قبل ما تتسحب روحك. تاني يوم مشيت وما دخلتش القصر تاني. ويجي مهندس كهربائي من اللي دخلوا القصر يقول كل ما نيجي نوصل الكهرباء الانوار تطفي، بس شباك واحد في الدور الرابع يفضل منور، حتى لما ينقطع التيار كله عن القصر الشباك يفضل منور. والمصيبه ان الشباك ده متقفل بالخشب اصلا. ويجي عامل تالت يتصاب باصابه غريبه، كان بيحفر قريب من غرفه فوق السطح ووقع فجاه من غير ما حد يلمسه، يتكسر ظهره بس يقول جمله ما تتنسيش: كنت سامع صوت ورايا وعمال يعد وبيتكلم بصوت شيخ. المهندسين نفسهم
نفسهم بعد كل الروايات دي ابتدوا يشكوا، وبدأ تسجيل اكتر من حالة اغماء جماعي، والناس كلها ابتدت تتكلم ان في حاجة مش طبيعية داخل قصر البارون، وان القصر بيقفل نفسه على الناس جواه، وابواب بتتقفل فجأة محدش بيعرف يفتحها، والانوار بتولع في القصر بدون مصدر كهرباء. طب الحكومة عملت ايه بعد ده كله؟ المشروع ساعتها توقف فجأة دون الاعلان رسميا عن السبب، لكن تطلع تقارير غير منشورة اتقال فيها ان الشركة المنفذة انسحبت لاسباب غير فنية، وطلعت اشاعات وقتها تقول ان في شيخ ازهري اتبعت للمكان. ولما الشيخ راح قال كلام غريب، قال ان القصر جواه شيء مقيم، والشيء اللي بيقيم جوه القصر دون مش هيمشي الا لما ينكشف السر اللي اتحط تحت ارضه. وتيجي سنة 2020 وتم ترميم القصر رسميا بعد كل اللي حصل، وتم فتحه للزيارات، والدولة اخذت اجراءات صارمة جدا. السراديب كلها تتقفل في اوقات معينة للزيارة، وفي موظفين امن باماكن محددة داخل القصر، وكاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة. بس من اول يوم في حراس برضو قالوا ان هم بيشوفوا ابواب بتتفتح وتتقفل جوه القصر من غير اي حد يقرب منها، وفي غرفة فوق السطح مباشرة ملهاش شبابيك، بابها حديد تقيل، وكل اللي اشتغلوا في القصر قالوا نفس الكلمة: اوعى تقرب من الغرفة دي. اسمها بقى الكودي وسط العمال غرفة البارون، اللي كانوا بيقولوا الاسم دون بطريقة وضحك، بس اكتشفوا بعد كده ان الاسم ما كانش مجرد هزار. الغرفة بقى دي كان جواها ايه؟ في الثلاثينات في صحفية فرنسية دخلت القصر، وكانت اول واحدة تدخل الغرفة دي وقت ما كانت مهجورة تماما من بعد موت البارون. خرجت بعديها بسرعة جدا وهي مرعوبة، وكتبت في المقالة بتاعتها: الغرفة مظلمة تماما، لكن فيها مراية بتطلع وش مش وشي، وعينين بتبصلي، وكل ما ابص في المراية الاقيني واقفة بس مش لوحدي. المراية الغريبة دي اتقال عنها كلام كتير قوي. ناس قالوا انها مراية سحرية بتظهر كل المخفيين جوه القصر، مش الناس اللي واقفة قدام المراية بس. وفي ناس قالت ان المراية دي بوابة بصرية، لو بصيت فيها وانت في حالة نفسية معينة ممكن تشوف حاجات من العالم الاخر. اما بقى حكاية البوابة فالكل اجمع ان القصر مبني حوالين نقطة طاقة، وان الغرفة دي بالتحديد هي نقطة الاتصال ما بين عالمنا وعالم تاني. ويجي تسجيل نادر لراهب هندي قديم بيتكلم عن طقس هندوسي اسمه الكالا شكارة، واللي بيقول فيه ان البوابة للعالم السفلي لا تفتح الا في صمت، في قصر يبنى في الصحراء ويسكنه شخص لا يؤمن بالموت. وده بقى اللي اتطبق بالحرف على قصر البارون. نيجي بقى للشباب بتوعنا اللي بيحبوا المغامرات، وتيجي مجموعة من الشباب الجامد سنة 2014 ويقرروا ان هم هيخشوا القصر المسكون دوت، وكانوا بيصوروا حلقة استكشافية على القناة بتاعتهم في اليوتيوب. ويجي المصور نفسه بتاعهم ويقول: في حاجة طلعت معانا في الكاميرا واحنا بنتفرج على الشريط ما كانتش باينة جوه عينينا، جسم غريب بيعدي من قدام العدسة بسرعة، ولما رجعنا شفنا الفيديو صعقنا. وتيجي مجموعة تانية تخش من ورا الحراس ويدوروا في البدروم، ولما خرجوا من البدروم واحدة فيهم فضلت ساكتة لمدة اسبوع، وكل ما حد يسألهم انتوا شفتوا ايه يقولوا ما كانوش بشر. وتيجي بنت من الزوار دخلت القصر وقالت: انا حسيت بقوة غريبة بتشدني من ايدي. وطبعا البنت كانت خارجة وشها شاحب، وبمجرد ما قالت الكلمتين دول راحت فاقدة الوعي. وتطلع اشاعة قوية جدا سنة 2006 بتقول ان في شاب تحدى اصحابه وقال لهم: انا هخش القصر واطلع اقعد في الغرفة فوق. وبمجرد ما دخل الغرفة زي ما وعد وكان قلبه ميت وعمل، خرج من الأوضة بيتكلم لغة غريبة، ودخل أسبوع كامل داخل مصحة نفسية. وبمجرد ما خرج من المصحة تم الاكتشاف إنه لم ينطق كلمة وفقد النطق. واللي أغرب من ده كله إن الموظف اللي استلمه قال وشه لما جنة كان لونه ميت، وعينيه كأنها شافت حاجة مش المفروض يشوفها. ناس كتير حاولت تفسر اللي بيحصل، علماء آثار، خبراء نفسيين، باحثين في الطاقة، حتى الشيوخ، لكن كل واحد كان بيخرج بكلمة واحدة: القصر ده مش طبيعي. أما بقى رأي علماء النفس قالوا إن القصر فيه شحنة تاريخية ونفسية عالية جدا، وإن العقل البشري بيخلق قصص لما يكون المكان معزول وساكن، وإن التماثيل والديكور الغريب في القصر بيأثر على أجزاء من المخ وبيخلي المخ يتهيأ حاجات ما بتحصلش. بس لما اتسألوا عن حالات الهلع الجماعي اللي حصلت على مدار السنين كلها سواء من عمال الترميم أو اللي دخلوا القصر أو حتى تسجيلات الكاميرا اللي فيها أنوار اشتغلت لوحدها، عن الباب اللي بيتقفل لوحده الساعة 2 و13 دقيقة بالظبط كل ليلة، عن النور اللي بيقطع في القصر كله وتفضل أوضة واحدة بس اللي شغالة، كل العلماء دول سكتوا. طب ورأي علماء الطاقة قالوا إن القصر تم بناؤه على نقطة طاقة نادرة، والتصميم الهندوسي في حاجات بتسحب الترددات، وبالذات غرفة السطح اللي بيقولوا عليها النقطة الصفرية. ويجي واحد من الباحثين يقول جملة خطيرة ما تتنسيش: لو في بوابة فعلا للعالم الآخر فإن قصر البارون هو بالتأكيد مفتاح. أما بقى الشيوخ الأجلاء ففي شيخ معروف من دار الإفتاء المصرية قال: كل ده خرافات، إن الجن لا
يسكن قصرا ولا يبنى له تماثيل، لكن الإنسان هو اللي بيوهم نفسه. وقال بعدها بس في نفس الوقت لو المكان اتبنى بنية غير طاهرة وتم استخدام طقوس سحر اسود فيه ممكن يفضل فيه أثر من اللي بناه. يعني الحقيقة ايه؟ مفيش حد يقدر يجزم بيها 100% ان في قصر البارون في لعنة، او ان في بوابة بتفتح بالليل، او ان المراية المسكونة فعلا بتوريك مستقبلك. بس الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها ان مكان كل اللي دخل فيه خرج بحكاية، بس مفيش ولا واحد خرج بنفس القلب اللي دخل بيه. والسؤال اللي بيفضل دايما في دماغ اي حد زار قصر البارون، هل القصر فعلا مسكون؟ هل الانفاق فعلا حقيقية؟ هل الست اللي بتظهر في البلكونة لكل اللي قرب من القصر بالليل فعلا شبح، ولا خيال ناس بتألف قصص وبتحب الرعب؟ وفي مؤرخين بيقولوا اللي حصل لاخت البارون كانت مجرد حادثة عادية، وكل الحكايات اللي بتحصل دي مجرد تخويف للناس عشان ما يروحوش. بس في المقابل في باحثين ما وراء الطبيعة بيقولوا القصر فيه طاقة غير طبيعية، وفعلا في بوابة مفتوحة لحاجة مش من عالمنا. واللي بيزود الشكوك ان لحد النهارده محدش قدر يوثق الانفاق اللي تحت القصر، ولا حتى عرفوا نهايتها فين. في حاجات اتحفرت واتقفلت، وفي اوض كتيرة محدش بيقدر يخشها. قصر البارون مش مجرد مبنى معماري ملوش زي، ولا تحفة فنية على الطراز الهندي، ده شاهد على رعب ساكن واسرار مدفونه وحكايات لسه ما اتقالتش. قصر من بره يشدك ومن جوه يخضك. ناس قالت شبح وناس قالت لعنه وناس ثالثه فضلوا ساكتين، يمكن خوف يمكن احترام ويمكن عشان اللي شافوه ما يتحكيش. لكن الحقيقه الوحيده اللي نتفق عليها انك اول ما تقف قدام القصر وتحس بالبرد اللي بيعدي في ظهرك وتسمع الهواء وهو بيصفر في الشبابيك، ساعتها هتعرف وتتاكد انك مش لوحدك. ويمكن تكتشف زيهم وتشوف ان في حاجه بتراقبك من فوق في البلكونات. عشان كده لو قلبك جامد ودماغك بتحب الغموض يبقى لازم تزور قصر البارون وتسأل نفسك سؤال واحد: هل المكان فعلا مسكون ولا احنا اللي بنسكن الخوف في كل مكان؟ حكايتنا لسه ما خلصتش، وفي كل قصر سر، وفي كل سر لعنة، وفي كل لعنة في حكاية، وحكايتنا زي ما دايما بقول لك ليها 1000 أصل.